السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الجزء الثاني من الفصل الثاني. تمام. المعيار الثاني وهو قاعدة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية. فعشان يبقى المدقق أو المراجع يكون ملم بالنظام الرقابة الداخلية، يجب عليه الإلمام بالإجراءات والأساليب المستخدمة عشان يزيل أي شك أو أي تساؤل موجود عنده من ناحية المعلومات أو من ناحية النظام الرقابي في المؤسسة دي. تمام. فبيقول لي إن أنا عندي 3 خطوات رئيسية علشان يقدر يدرس ويلم ويقيم النظام بتاع الرقابة الداخلية. فأول حاجة عندي هي إيه؟ الإلمام. الإلمام بنظام الموضوع. إيه الموضوع بتاع المؤسسة؟ يعني إيه؟ يعني ان هو بيتابع وبيلاحظ وبيطلع على كل الاستقصاءات النموذجية اللي بتحدد كيفية عمل النظام ده. يبقى انا عندي عشان احدد مدى فاعلية وكفاءة النظام الداخلي الرقابة الداخلي بيمر ب3 مراحل. اول حاجة هو الالمام بنظام الموضوع، يعني بيتابع وبيلاحظ وبيطلع على كل الاستقصاء، كل قوائم الاستقصاء النموذجية عشان يحدد كيفية عمل النظام. تاني حاجة وان هو بيحدد كيفية السير على النظام ده. فقال لي ان اللي هو تحديد كيفية السير على النظام احيانا ما بيكونش سليم ولا غير مطابق للواقع. بمعنى يعني مثلا انت عملت خطة، هل انت بتمشي عليها 100%؟ لا، احيانا انت مش بتمشي عليها. فهو نفس النظام بيقول ان تحديد كيفية السير على النظام ده احيانا ما بيكونش مطابق واقعيا. طيب تالت حاجة، امال بيتبع ايه؟ بيتبع العينات الاحصائيه. طيب تالت حاجه وهي ايه؟ مدى ملائمه ودقه الاجراءات الموضوعه والمستخدمه. بيبدا يقارن ويدقق ويلائم ما بين الاجراءات الموضوعه والمستخدمه، وبيقارن ما بينها وما بين الاجراءات الاخرى. يعني هما لما جم عملوا الدفاتر دي اتبعوا كذا وسجلوا قيود صح، طب هما اخدوا اجراءات كذا، طب هما عارفين المعايير المحاسبيه المتعارف عليها. كل دي بيقول لي ان هي تحديد مدى ملائمه ودقه الاجراءات الموضوعه والمستخدمه بالمقارنه بالنموذج الامثل لتلك الاجراءات، الطريقه الاصح للاجراءات. المعيار الثالث وهي قاعده كفايه وملائمه ادله الاثبات. فبيقول في المعيار الثالث ده ان من الضروري ان المدقق ان هو بيحصل على قدر كافي من الادله والقرائن الاثبات الملائمه لتكون اساس سليم يرتكز عليه. يعني لازم اللي هو المراجع ده ان هو يقف على ارض ثابته، بمعنى انه انا لما اطلع ادله تخص التقارير الماليه اللي انا كتبتها في حق الاجراءات والمعلومات الماليه الخاصه بالمؤسسه تكون قانونيه ومثبته، وتكون كمان سليمه. علشان ايه؟ علشان يقدر يخلي المعلومات اللي انا كتبتها والتقرير المالي يعتمد عليه ويصححوا الاخطاء اللي موجوده فيه. المعيار الرابع بقى وهو توثيق العمل. فبيقول لي ان عمل المراجعه بيعمل ليهم ملفات. تمام. وبيتم مسكها بغرض ان هو يوثق انا عملت في اليوم الفلاني مراجعات على الدفاتر 1 2 3 4. وبيقول لي ان الملفات دي بتسمح بتنظيم افضل للمهمه، ان هو يقدروا يقولوا ده المراجع اخر مره جه الشهر اللي فات، يبقى يجي الشهر ده، يبقى يجي الشهر اللي بعده. بيبقى يعني في انتظام شويه في حته المراجعه على الدفاتر والمعلومات الماليه. طيب تالت حاجه وهي اخر معايير، احنا كده اخدنا الشخصيه واخدنا المعايير بتاعه العمل الميداني. اخر حاجه خالص وهي المعايير، قواعد وضع التقرير. تمام. فبيقول لي المعايير دي بتتضمن كذا معيار. اول معيار فيهم برضو اللي هو الاول وهو استخدام المبادئ المحاسبيه المتعارف عليها. فقال لي ان يجب ان التقارير المشار اليها في الحسابات والقوائم الماليه والحسابات الختاميه والقوائم الماليه بتاعتي انها تكون اعدت او ان هي سجلت تبع المبادئ المحاسبيه اللي احنا قلنا عليها انها تكون متعارف عليها. فبالتالي المراجع لما بيجي يبدي الراي بتاعه بيبدا يقول هي فعلا الحسابات اللي قدامي دي هل هي فعلا على المبادئ المتعارف عليها ام لا. وكلمه المقصود بالقبول العام للمبادئ يعني ان المبدا بيلقي تأيدا واستخداما ملائما وليس ضروري. يعني ايه؟ يعني طبعا المبادئ بتاعت المحاسبه كتيره، مش شرط ان كل المحاسبين بيشتغلوا بنفس حاجه. اهم حاجه لما انا اجي اشتغل بمبدأ معين يبقى متعارف عليه. هي دي بس الفكره. طيب بيرتكز على ايه؟ فقال لي ينبغي المدقق التركيز على ان المبادئ المستخدمه تحقق امرين. اول امر خالص
وان هو بيحدد تأثير عملية المشروع، هل هي سليمة، هل هي بتخلي المشروع بيحقق الأهداف بتاعته والغايات بتاعته، اللي هو وأنها تستخدم الأساس السليم الملائم للتحقق من الإيرادات والعمل على تحقيقها في الفترات المحاسبية. طيب تاني حاجة إن هي تتضمن إجراءات إعداد وعرض القوائم المالية وعدم الانحياز. يبقى انا عندي تاني حاجه انها تتضمن اجراءات اعداد وعرض القوائم الماليه بعدم الانحياز. يعني ايه؟ يعني تكون باقصى درجه من الصدق في البيانات اللي بتتوفر في الطرق المحاسبيه للمهتمين. يبقى كده اول حاجه هو استخدام مبادئ المحاسبه المتعارفه المتعارف عليه. طيب تاني حاجه بقى عندي هي قاعده تجانس استخدام المبادئ المحاسبيه. تاني حاجة بيتكلم عن قاعدة التجانس ما بين المبادئ المحاسبية. فقال لي إن التقارير اللي عندي دي لازم أن يكون فيها تجانس من فترة لأخرى. ليه؟ لأن بيثبت لي القابلية بتاعة القائمة المالية مقارنة ببيان طبيعة التغيرات اللي بتطرأ عليها من مبادئ لأخرى. يبقى أنا عندي في قاعدة التجانس إن أنا التقارير بتشير إلى مدى التجانس أو تطبيق استخدام المبادئ من فترة لأخرى عشان يضمن لي قابلية القائمة المالية للمقارنة ما بين البيان الطبيعي للتغيرات من فترة لأخرى. طيب المعيار الثالث هو قاعدة الإفصاح الكامل. فالقاعدة الإفصاح الكامل في القوائم المالية يعني إن يتضمن التقرير بتاعي كفاية ملائمة تمام للإفصاح عن القوائم المالية من حيث من حيث إنها تشمل البيانات وطريقة التبويب بتاعتها والكفاءة بتاعتها والدقة في ترتيبها والتبويب بتاعتها تمام، من غير ما يبقى في إعلان عن أسرار المشروع. يعني أنا عايز البيانات بتاعتي كلها تبقى واضحة ودقيقة من غير ما يبين لي أسرار بتاعة المشروع. فقال لي من المفيد إني أخذ المدقق الاعتبارات التالية للحكم على ملائمة الإفصاح. أول حاجة إن الهدف الرئيسي للإفصاح بتاع البيانات بتاعي إن المصلحة تكون عامة، اللي هو يحدد لي المركز المالي، يثبت لي النقط بتاعة الضعف بتاعتي ويقويها، والأخطاء برضو يصلحها، وكمان يحدد لي لما طبعا يحدد المركز المالي هيعرف المشروع ده في ربح ولا خسارة، وبيساعد الضرائب انها تعمل الضرائب بتاعتها. طيب تاني حاجة وجود مبررات لعدم الإفصاح لتضارب المصالح، فقد يكون الضرر للمشروع يفوق الفوائد. يعني بيقول ان في مبررات لعدم الافصاح مثلا زي ان ما يكونش فيه تضارب للمصالح. يعني بمعنى انا دلوقتي جبت مراجع من الشركه اللي قصادي اللي هي وليكن مثلا المنافسه ليا، او بلاش منافسه ليا، الشركه اللي موجوده معايا في السوق. فبالتالي ان انا افصح عن كل المقاوم الماليه والنقط بتاعتي بتاعت الضعف والبيانات بدقه عاليه ممكن يؤدي الى ان انا يعني ياثر على الفوائد العائده للغير. تمام. فبالتالي بس في نفس الوقت ان الافصاح مهم جدا عشان اثبت ان القوائم الماليه دي بتاعتي صحيحه او لا، واقدر ان انا اخرج منها نقط الضعف بتاعتي. طيب ثالث حاجه وهي القوائم الماليه متفق عليها قد تكون غير ملائمه، فما يتعلق بالافصاح عن اوضاع وتوقعات هامه قد تكون ضروريه لاتخاذ القرار. زي ما بيقول ان لازم افصح عن حاجات معينه لانها مهمه جدا في اتخاذ القرارات. رابع حاجه ان محتويات القوائم الماليه ظاهره بشكل صريح وكامل ولا تحمل اكثر من معنى او شكل. يعني ما يبقاش في لعب في الكلام، ما يبقاش في كل حاجه تبقى صريحه. تمام. فبيحتاج قارئ او مستخدم القوائم الماليه دي لمعلومات هامه لما يجي يشوف المعلومات اللي هي الماليه بتاعته او الدفاتر بتاعته. تمام. تاريخ الميزانيه، تاريخ الانتهاء، الفلوس راحت يمين راحت شمال، ده الديون، لا ده ليا، لا ده على الغير، وهكذا. تمام. فلازم ان الافصاح بيكون ضروري سواء بتاثير مباشر او غير مباشر على عناصر القوائم الماليه عشان اعرف اتخذ قرارات سليمه. المعيار الرابع والاخير بقى وهي قاعده ابداء الراي في القوائم الماليه. فان المفروض على المراجع ان هو يعبر عن رايه بشكل محايد. تمام. واحده قصاد واحده. ولو هو امتنع عن ابداء الراي في امور معينه يجب ان هو يطلع تقرير بادله مثبته ان هو ليه ما طلعش هنا مثلا رايه، ولازم ان هو يوضح التقرير بتاعه بصوره واضحه كويسه جدا وبرده بادله قانونيه يثبت عليها. فقال لي عشان اخد عشان ابداء الراي اول حاجه عندي 3 مواقف. اول حاجه ابداء الراي دون تحفظات، ابداء راي ينطوي على التحفظات، ابداء راي مخالف. يعني انا لو قلت كويس هقول ليه، ولو قلت ده كده هو ابداء راي دون تحفظات، لا هقول ابداء الراي دون متحفظات، يعني اقول ان هو كويس من غير ما اكتب اي ملاحظات. تحفظات زي الملاحظه. طيب ابداء راي ينطوي على متحفظات، انا هقول 1 2 3 قصاد دي يبقى هو كويس عشان كذا وكذا وكذا. ابداء راي مخالف يعني انا بقول حاجه عكس اللي هي موجوده، لا ده هنا في خطا عشان كذا. فقال لي تنطوي فقره الراي في تقرير المدقق 3 اعتبارات هامه. فاول
اعتبار فيه، هو ان اعتقاد المدقق ده او المراجع ده ان هو يكون اقوى من مجرد انطباع. بمعنى، انا المدقق ده انا مش جايبه علشان يبوظ لي شركتي او يقول ان المحاسبين عندي مش كويسين، لا انا جايبه عشان يأمن لي ويأكد لي ان المعلومات اللي موجوده عندي والحاجات اللي انا بستند عليها لاتخاذ القرارات ان هي صحيحه. فقال لي اهو: ولذلك عمليه التقرير ليس تأمينا وتأكيدا، ان هو ضمان لعدم وجود اي نوع من الغش او الاخطاء، مجرد ضمان، لكن مش ان انا جايبه علشان يجيب لي اخطاء الناس اللي شغاله عندي. لهذا فإن الاعتماد على تقرير مدقق ينطوي على درجة معينة من المخاطر. عشان كده بقول إن مش أي حد هيبقى مراجع أو مدقق، لازم يبقى أخد الفروض والمفاهيم والأساسيات الخاصة بعلم المراجعة. تاني حاجة، هو المدقق مقتنع بمستوى الدقة في القائمة المالية. يعني إيه؟ يعني هو قدامه القائمة المالية وبمستوى معين من الكتاب، هو ما بيتحملش عدم مسؤولية ان يحصل فيه اخطاء. بمعنى ان هو بيبقى طالب 1 2 3 4، وهم الناس اللي موجودين في الشركة جابوا له الحاجات دي، لو حصل فيها خطأ او هم خبوا عليه حاجة هو مش هيعرف. ليه؟ لانه هو اصلا مراجع من بره الشركة، هو بيجي يطلع على نظام الرقابة الداخلي، فهو ما بيتحملش او عدم مسؤولية توافر الدقة الملائمة والكاملة، ويضمن خلو القائمة من سوء العرض والتشويه الجوهري لتلك القوائم بغض النظر عن مصدره خطأ أم تلاعب. أيا كان بقى، هما بيدوله حاجات صح أو غلط أو فيها تلاعب، هو ما بيتحملش المسؤولية، هو بيطلب 1 2 3 هما بيجيبوله. لو هو حصل فيهم تلاعب يبقى من عندهم هو، بس هو مش هيعرف. هيعرف امتى بقى؟ لما هو يبدأ يحقق وراهم، يعني يقول مثلا، يبدأ يراجع، ياخد الحسابات دي ويبدأ يبص على التواريخ بتاعتها. طب هو فعلا سحب فلوس كذا؟ طب هو سحب كذا؟ لان هو الشخص اصلا من بره، مش قاعد في الشركة، لا هو مراجع عشان هو جاي من مكان تاني. طيب تالت حاجة هو إبداء رأيه، تمام، ولا يقتصر على النتيجة النهائية لقائمة الدخل. هو الفكرة بس ان هو بيجي وبنديله القوائم والحسابات اللي هي الختامية وغيره وغيره، وان هو من خلال الممارسة بتاعة المهنة بتاعته والمبادئ والمعايير اللي هو شغال بيها، بيجي يدي الحاجات حقها، هل هي صحيحة ام خاطئة، هل هي ناقصة حاجة ولا لا. هي دي بس الفكرة. فيبقى إبداء رأيه لا يقتصر على النتيجة النهائية، يعني دي مش النتيجة النهائية، هو مسؤول عن إبداء الرأي على مكونات القائمة التفصيلية وفقا لما استقر عليه من ممارسة العملية اللي هي بتاعة المهنة بتاعته، وذلك لأهمية القائمة ودورها في التحليل المالي. وبكده نكون خلصنا الفصل الثاني في علم المراجعة. أي حد عنده أسئلة يبعت، وبإذن الله إن شاء الله هنجاوب عليها.